حين تتحول الودية إلى درس، وعندما تبنى الثقة على أنقاض الكبرياء. في ملعب الإمارات كانت الأضواء خافتة، لكنها لم تمنع العيون من الترقب. الجمهور يعرف أن اللقاء ودي، لكن اللاعبين كل منهم يحمل في قلبه رسالة: أنا هنا لا أنسى الهزائم ولو كانت بلا نقاط. الدقيقة 16، نيكولا بيبي يضرب أولا لصالح فياريال، يسجل هدفا مبكرا يربك الحسابات، ويقول بنبرة واضحة: أنا لا أحتاج الكثير، فقط فرصة واحدة لأصنع الصدمة. الدقيقة 33، الدفاع يتفرج وإبري إيون يعمق الجراح بهدف ثاني قاتل. لم تعد ودية بعد الآن. ومع الدقيقة 36، رد فعل من أرسنال وكريستيان نورغال يعلن عودة الأمل بهدف جميل يعيد شيئا من التوازن ويشعل المباراة من جديد. الدقيقة 68، أرنو دانجوما يتسلل ليقتنص ويضع الهدف الثالث لفياريال، هدف يعلق على جدار المباراة كصفعة. الدقيقة 76، مارتن أوديغارد من علامة الجزاء يسجل هدفا ثاني لأرسنال، لكنه لم يكن كافيا لأن الوقت أصبح خصما شرسا. استحواذ نعم، فرص طبعا، أهداف ليست بالأكثر بل بالأذكى. إذ كنت تؤمن أن كرة القدم لا تعترف بالمسميات فاشترك الآن وفعل الجرس، لأن القادم لا يقرأ في العناوين بل في التفاصيل. والسؤال اليوم: من أثبت أنه مستعد ومن يحتاج إعادة ترتيب أوراقه؟ وهل ستنسى هذه المباراة فعلا أم ستذكر عندما تبدأ الحرب الحقيقية؟